هتخرج من المستشفى في خلال 48 ساعه ان شاء الله يا فندم. يعني على بال ما يظبطوا لها السكر بتاعها ويطمنوا عليه. تمام. وعمر اخباره ايه؟ بايت في المستشفى يا فندم. يعني هدي كتير بعد ما اطمن على والدته. طب الحمد لله. هو مفيش اخبار عن سالم يا فندم؟ رامي الهلب جامد على ساره. كله تمام. بس حلو المكان. ميرسي. هتطلب لي ايه على ذوقك؟ انا لو عليا اطلب لك كل ده. ده عشان بقيت مليونير فجأة ولا عشان مكسوف تقول لي مش عارف تقرا اللي فيها؟ احلى حاجه فيكي انك بتفهميها وهي طايره. عشان تعرف ان المصريين مش هم لوحدهم واخدين توكيل الفهلوه. ظروفك في الإقامة لسه ملخبطة؟ اديني بعافر لحد ما حد يحن عليا وينقذني. ده بالنسبة للسكن. بالنسبة للعشاء؟ لا طبعا مش للدرجه دي، العشاء عليكي اكيد، لكن انا بقى عليا المشاريب، بس ما تحفيش قوي في الطلبات والنبي. جرسون. ثيو زنزر ميلي 100 سلطة 100 بريزولا إنا بفتيكي. اتخرستوه. بقول لك ايه، اوعي تكوني طلبتي حاجه فيها لحم خنزير. لا طبعا، ما أنا عارفة إن المسلمين ما بياكلوش لحم خنزير عشان بيقولوا عليه حرام. لا هو مش حاجات حرام قوي يعني، بس هو الموضوع ان بيقول لك ان في اللحمه بتاعته في دوده شريطيه بتاكل في المعده. المعده يعني بصراحه كفايه اللي شافته من الفول. قول لي بقى، ايه الموضوع المهم ما ينفعش نتكلم فيه الا واحنا لوحدنا؟ لا ما تاخدنيش بقى على الحامي، انا بتكسف. بذمتك ده وش كسوف؟ امال وش ايه؟ ده وش مكشوف. طب والله انا غلبان. انت غربان؟ واغلب من الغلب كمان. ما يغركيش شويه الهماكه اللي بعملهم دول، ده من القهره اللي جوايا والله. وايه اللي قهرك يا ضنايا؟ انا بتكلم بجد. I'm so sorry. انت من كتر ما بتهزر افتكرتك يعني. الدنيا مش كلها هزار يا ساره. طب قول لي، ايه الحاجة المعينة اللي مضايقاك واقدر اساعدك فيها؟ تقدري تشيلي احساس الغربه اللي جوايا؟ تقدري تغيري اهلي اللي هم اصلا السبب اللي خليني اطفش من مصر واجي على هنا؟ احساس صعب جدا لما تلاقي اهلك بيفضلوا عليك اخوكي عشان ضابط جيش، وطبعا سياده الضابط بيسوق فيها ويعاملك هو كمان وحش. اصل انت ما تعرفيش طريقه الظباط عامله ازاي. ازاي ما اعرفهمش؟ اعرفهم طبعا. انت في حد من اهلك ضابط يعني؟ ماي اكس. ايه؟ ماي اكس يعني البوي فريند بتاعي السابق. كان ضابط ها؟ جنرال. يعني كان ضابط ولا ما كانش ضابط؟ جنرال يعني لواء عندكم. لواء حته واحده؟ لا حتتين. اضحك. وده كان لواء فين يعني؟ بليز مش عايزه افتكره بس. في خالصته. يس. تشيرز. تشيرز. حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبي؟ جماعين عند النبي ان شاء الله. يسمع من بقك يا عمر يا ابني. ازيك يا ازيك يا خالد؟ حبيبي. اهلا حبيب خالد. والله يا عمر يا ابني قعدت افكر في كلامك عن صله الرحم، وافكر وكلامك يزني في دماغي قلت لا، الواد عنده حق، لازم اعوضك على اللي فات واديك من حناني او حياه ربنا. ايوه بس هو يعني يا ما فيش صله رحم خالص، يا يوم ويوم لا. يعني على العموم بيتك ومطرحك يا عم، بيتك ومطرحك. انا جوه يا عم. اجيب لك بسبوسه يا ضنايا؟ هعمل نفسي كوبايه شاي. لا مؤاخذه، هقوم اعمل له الشاي. فنجان قهوي. من عينيا. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا كامل ناوي تعمل ايه بعد ما رجعت مصر؟ والله يا بفكر اسافر تاني. يوه معقولة يا حبيبي؟ هو انت لسه لحقت تاخد نفسك؟ بهزر يا مرات عمي اهو.
بتناغش يعني. ايوه نغش. ما تناغشيه. عاجبك اللي بيعمله ده؟ اخو المرحوم جوزك الله يرحمه عايز يكوش على المصلحه لوحده. مصلحه؟ مصلحتي هي يا ابراهيم؟ وانا اللي طالع عين امي اللي هي ان ذا سيم تايم امك عماله نلفله على مشاريع يمين وشمال، ويجي ده يلهى في المصلحه. والله ما انا فاهمه منك حاجه، بس اذا كنت خايف على كامل ما يتخافش عليه. كامل ناصح وواعي وفاهم هو بيعمل ايه كويس. عاجبك كده؟ اقعدي انت لخبطي في الاكل ياما وخلي السكر يلعب بينا الكوره. يا ابني طباخ السم بيدوقه، وانا بصراحه كده من ساعه ما كامل رجع وانا نفسي اتفتحت على الاكل. امال اشمعنى انا نفسي اتسدد؟ ياما كله بحساب، انت صاحبه مرض واحنا ملناش غيرك. وبعدين طول ما انت قاعده تطبخي اشكال والوان كده رجلين عمي وخالي مش هتتقطع بالبيت. وماله يا حبيبي، مفتوح بحسك. ياما احنا هنضحك على بعض، وطول عمري احس في الدنيا. الحكايه وما فيها كامل وفلوسه اللي راجع بيها من العراق، اللي عايز يهبش واللي عايز يهبر. انت هتعمل زي خالك ابراهيم، برضه كان عمال يلمح كده بكلام عن كامل وفلوسه. وغلاوتك يا رؤى، لا ابوهم هيطلع على شؤنه. كامل اللي راجع غير كامل اللي سافر، وانت عارفه كده كويس ياما. واول واحده جربت ناره قلت له المصحف ما انا نازل غير لما اخد عمولتي. هي الشركه بتكسب من وراء قليل. انا عارفه يا ابني. شاي يا ماما. تسلم ايدك يا طومه. اوعى تكون حطيت لها سكر. يوه والله ما انا عارفه حطيت ولا ما حطيتش. طب استني هندوق. بيتك هتجيب لنا كلنا سكر. طب هات هعمل واحده. استني اشربي من فلوس سكر. ربنا ما يقطع ابتسامتك دي اللي بتصبرني على اي حاجه. عليها قلبة وش ياما تقطع الخميره من البيت. يا صباح الفل. بتصبح عليا ليه؟ انت هتصاحبني؟ ولا طول. عمر انت عايز تجنني صح؟ وانت ناقصه جنان. وبعدين فيها ايه يعني؟ لما نخشب شويه واتدلع عليك شويتين وبرطع 3 شويات. 3 بالله العظيم انت لاسع جدا. ولعلمك بقى اكبر دليل على لسعاني اني عازمك النهارده على العشاء. بموت في لياقتك. مستناكي في نفس المطعم اللي شهد اول لقاء حبنا. فاكراه؟ فاكراه. يا خساره. استنى عشان بالله. مالك يا بنتي؟ احنا كل ما نيجي المكان ده تقعد تفتح حوالين نفسك. عليك فلوس صاحب المحل وخايف يقفشك ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نلعب لعبه لحد ما العصير يجي. نلعب؟ وانا بقول لك نلعب عريس وعروسه. دي لعب بسيطه. انا هقول لك ايه اللي جوه شنطتك ولو صح تطلعي تحطيه على الترابيزه يبقى انا خدت نقطه. ماشي؟ ماشي. خرطوم صباع روج. 1. فرشه بلاط فرشه شعر. 2. مرايه عشان نشوف الجريمه اللي بنعملها في وشنا وهنتحاسب عليها ان شاء الله. 3. اللي بنبخه. ده انت لو معايا وانا بحضر الشنطه مش تبقى عارف الحاجه كده. 4. دي قطره يا بنتي. ميداليه عليها حرف اتش. ما هو عشان انت اللي جايبها. يا بنتي دي حاجه بسيطه. انا دايما خيري عليك يا هاني. معقوله؟ ولا انت نسيتي العزومه اللي فاتت واللي قبلها واللي هتبقى بعديها ان شاء الله؟ تعيرني في المكان. عصير، عشاء، فتيح. ثانيه واحده للفوت. فوتت مني يا ابني. روح بشكير، روح بشكير. قوم قوم اتشطفي يلا، قوم اتشطفي لحد ما نغير المفرش.
لطيفة الشركة. ده مكتب جلال؟ ايوه سعادتك. حطيت الكاميرا فين؟ في الترابيزه يا سعادتك. ما تخافش يا باشا، مش هتلاقي اثر لاي حاجه. انت كده تمام يا عمر، عملت اللي عليك. طب الحمد لله سعادتك. عمر انت كده مهمتك انتهت. لو حصل ان احنا اتقابلنا لأي سبب من الأسباب، انت لا شفتني ولا تعرفني ولا تحكي اللي حصل ده لأي حد مهما كان قريب منك. ايوه سعادتك، انا لو حبيت اشوف مفهوم يا عمر؟ مفهوم سعادتك.